يا ابني انت وهو شاكر مين ومشاهير مين اللي انت زعلان عليهم؟ هم قدموا ايه لمصر عشان تقول ان انا هقلب الموضوع راي عام وعامل؟ اهدى يا عمنا شويه على نفسك، اهدى اهدى انت اهدى وبلاش الشماته دي، الشماته وحشه يا اخي. انت ما تعلمش الديجه اللي هو فيها دلوقتي عامله ازاي، ان كان شاكر ولا غيره. حرام عليك والله يا حبيبي، خلي عندك قلب، خلي في قلبك رحمه، حط نفسك مكانه. تبقى انت عايش في امان الله وفجاه حياتك تتقلب لجحيم، وكل حاجه عملتها وتعبت فيها تروح منك، وتلاقي نفسك عايش في عالم غير العالم، عالم كله ذل وحبس ومفيش اي حريه، ونفسك تبقى مكسوره وسمعتك وحياتك وتاريخك وكل حاجه عملتها تروح في غمضه عين. حط نفسك مكانه او مكان غيره وتخيل ان انت حصل لك كل ده، ايه احساسك؟ احساسك هيكون عامل ازاي؟ حرام عليك يا حبيبي، انت مش صغير، ان كان شاكر ولا مداهم ولا غيره ولا ده ولا ده ولا اي حد في دقيقه ما تشمتش فيه. هم ليهم اهل وبيخاف عليهم وبيتمنوا ربنا يفك دقيقتهم زي ما انت ليك اهل، وكلمتك دي تكسر قلب اي ام واي اب. اسال كده اي حد قريب منك هو يقول لك ان الشماته مش حلوه. انا كمان مش عاوز ادخلك في حوارات واجيب لك احاديث واجيب لك ايات، ملوش لازمه اللي انت بتعمله ده. هتكسب ايه يعني؟ كام متابع؟ طيب الكام متابع دول هيشيلوا عنك الذنوب؟ يرضى يشيلوا عنك الذنوب؟ امال ايه طيب يا حبيبي الشماته دي؟ ده احنا حتى عايشين في دنيا واحده وفي دايره واحده وفي عالم واحد، وكما تدين تدان. والله انا مش بتمنى لك اي اذيه، ولكن انا عايزك تكون انسان رحيم قلبه طيب. والله انا ولا مع ده ولا مع ده ولا انا ضدك ولا انا ضد غيرك، انا بس كل ما في الامر انا بنصحك. انا شفت الفيديو ده ليك حسيت ان انت مغلول، حاسس ان انت بتتكلم بغل كده، كانه في طار ما بينك وبين الناس دي كلها. عندك كلمه خير قولها، ما عندكش اصمت. لما تشوف اي حد في دقيقه ما تتمنالوش الاذيه، ان كان ده ولا ده ولا اي حد في اي مكان في اي حته في العالم. والله العظيم حتى ولو كان واحد بيكرهك ما تتمنالوش كده. انت مش دورك انك تتحكم في قلوب الناس وتقول لهم ليه كده واهدى على نفسك وبتعمل ليه كده وحب فلان وما تحبش فلان. يا عم انت مالك؟ بلاش تكره فيك الناس، بلاش حتى تكره فيك متابعينك. ما هو المتابع لما يشوفك انت فيك الحقد والغل ده، ما هو اكيد مش هيتابعك، اكيد هيكرهك. المتابع مش هيفرق معاه بقى ان انت بتتكلم على حد حلو او بتتكلم على حد وحش، هو هيبص لاسلوبك وطريقتك ومش هيتابعك. متابعك هيبص لاسلوبك، فلان حلو وفلان وحش، فلان بيعمل محتوى مش عارف مخل بالاداب، فلان بيعمل كذا كذا. يا عم خلاص، هي الحكومه عارفه هي بتعمل ايه وهي بتاخد مجراها. ده مش دورك انت ولا دوري انا ولا دور فلان ولا علان، ده في حكومه في البلد وفي قانون وهم عارفين هم بيعملوا ايه. الناس والله فيها اللي مكفيها ومحدش مستحمل يا عمنا. خلاص خلاص ما تبقاش كده، فخلاص ما تبقاش كده بقى. ربنا يهديك. يلا يا عم سلام.